بص يا حبايبي، انا كده غرفت بقى الكفته بالبطاطس، حطيتهم في البريم ودخلتهم الفرن شويه. قد ايه هي شكلها جميل وريحتها تحفه تحفه تحفه. ووجبه سريعه، وجبه جميله زي ما احنا اتفقنا، اللي احنا قلنا هنعمل كل حاجه لاولادنا، اي حاجه بسيطه بس نضيفه في البيت يا جماعه. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي، واشوفكم دايما على خير في وصفه جديده. باي باي. لا، سريع جدا. انا النهارده بقى عندي نص كيلو من الفراخ الكفته اللي انا عملتها ونزلتها فيديو يا جماعه. انا كنت مجمده بقى شويه وعملت شويه. دي كفته فراخ يا جماعه، ماشي. اللي عايز يتابع الطريقه هيخش على اليوتيوب هيلاقيها ان شاء الله، ماشي. هنخش على مقاديرنا النهارده بقى. انا عندي 4 طماطمات كده مقطعهم جنوان، و3 بصلات برضو مقطعهم جنوان، وقرن فلفل سبايسي، وكيلو وربع من البطاطس، ومعايا ليمون، ومعايا البابريكا والكركم والملح والفلفل الاسود و7 بهارات. ماشي يا حبايبي، هي دي وجبتي النهارده. برضو وجبه سريعه، وجبه مغذيه للولاد زي ما احنا اتفقنا، اللي احنا كل حاجه عايزين نعملها في بيتنا باي كميات، بس هي موجوده في البيت برضو بطريقه لذيذه جدا. اللحمه غاليه يا جماعه، عايزين نتجه للفراخ والاسماك. خلي بالكم الجمبري رخيص، ارخص من اللحمه، فليه لا نعمل الحاجات دي مفيده جدا لاولادنا، واكله مغذيه، وزي ما عودتكم ان كل حاجه نعملها في بيتنا. ويلا بقى نخش على التطبيق، وثانيه واحده. بصوا يا جماعه، حطينا طبعا زي ما احنا عارفين هو التطبيق هو حطينا معلقه زيت، معلقتين زيت كده، ومعلقه زبده. نزلت بالبصل، نزلنا بالبصل يا جماعه، بس الريحه هتطلع برده كده. تطبيقات الخضار هو برده زي ما احنا متفقين. لان كل حاجه بنطبقها كده يا حبايبي، بس انا بحب انشف البصل كده شويه. وهنزل بقى بالكفته الجميله دي، نديها صدمه، صدمه كده مع البصل كده والريحه الحلوه دي. كفته الرز دي جميله جدا يا جماعه، جربوا تابعوا الفيديو اللي انا عاملاه. وقلنا برضو فيديو اقتصادي وفيديو جميل جدا. الكفته زي كفته الحاشي بالظبط عملتها. ودي برضو عملتها كور كده زي داوود باشا. قلت علشان لما احطها مع الفراخ مع صينيه بطاطس نجدد بقى لاولادنا كده، ومش لازم اللحوم بقى زي ما احنا متفقين. على قد الميزانيه يا جماعه احنا بنمشي. وهديها صدمه حبايبي بقى، وهنشيلها. خليكم معايا كده، حاجات بسيطه وجميله في بيتنا، بس طبعا نضيفه جدا واحلى من اكل السوق طبعا. واكل السوق كله غالي، المحلات كلها غاليه يا جماعه. فدي حاجه جميله وحاجه مغذيه لاولادنا زي ما احنا اتفقنا. الكفته دي مش هتاخد وقت، احنا عايزين بس كده نسمعها. واخدين بالكم، مش عايزاها بس تفك، ان هي مش هتفك طبعا لان هي جميله جدا. هديها صدمه كده بس. وبعد كده هننزل بقى بالطماطم، وهننزل بكل البطاطس معاها، وتبقى حاجه جميله جدا. بس انا هديها صدمه دي الاول وهشيلها، بحيث ان هي دي مش هتاخد وقت. يعني احنا البطاطس برضو بتاخد وقت عن الفراخ. كفتة الفراخ دي يا جماعة بتستوي بسرعة، لأن هي طبعا ناعمة وكلها مضروبة في الكبة. طريقتها جميلة جدا. وهي تابعوا الفيديو على قناتي على اليوتيوب. هو عامة يعني ممكن ارشحها لكم برضه دلوقتي. هو نص كيلو الفراخ حطيت عليه 3 معالق فيجيتار، وحطيت عليه 3 معالق بقسماط، وحطينا معلقه بيكنج باودر كبيره، وحطيت قرن فلفل سبايسي بقى. انتوا عارفين ان انا عاشقه للسبايسي يا جماعه. بصوا حاجات جميله جدا. وضربنا كل دوت بقى، وحته ليا عشان تربط، او حته معلقه دهن كده يا جماعه، عشان هي دي اللي بتربط كفته الفراخ. لان هو الصدور انتوا عارفينها ان هي ما فيهاش دهون خالص، احنا بنديها كده بحيث ان هي تبقى طعمها حلو وجميله. ماشي. ثانيه واحده خليكم. بصوا يا جماعه، انا طلعت الكفته بقى في منتهى الجمال اهي. انا اديتها بس صدمه، وبعد كده حطيت الطماطم، وبعد كده هننزل بالبهارات بتاعتنا. بهارات حلوه قوي يا جماعه دي. انا بحب الكركم دوت مع الطماطم. بصوا انا مش حاطه طماطم كتير، انا بعتمد بس على الكركم، هو بيدينا لون مع الطماطم، بتبقى في منتهى الجمال وحلوه جدا، وما تاخدش وقت برده، واكله سريعه زي ما احنا متفقنا حبايبي. وهنزل البطاطس بقى.
وثانيه واحده كده هنزل البطاطس. يا حبايبي انا حطيت البطاطس بقى، هسيبها بقى تستوي كويس قوي، وبعد كده هنحط الكفته معاها وندخلها الفرن بقى اخر 10 دقايق. احنا الكفته زي ما قلت لكم ان هي ما بتاخدش وقت يا جماعه، ماشي. وانا عصرت ليمونتين كده وبحب احطها مع البطاطس. البطاطس لما بتبقى مززه بقى بالليمون بتدي مزازه كده جميله قوي، تست حلوه قوي مع السبايسي مع الحاجات الجميله. بصوا يعني انا ما حطيتش طماطم كتير، نص معلقه البابريكا كويسه مع شويه الطماطم دي، لون جميل جدا وجميله. وهنسيبها بقى تستبك وتستوي. وثانيه واحده حبايبي وخليكم معايا مع احلى صينيه بطاطس بكفته الفراخ على طريقتي. ثانيه واحده يا جماعه، خلاص البطاطس بقى قربت تستوي، فانا خلاص هنزل بالكفته بتاعتي كده. جميله جدا بقى، هتاخد غلوه بس كده معاها، هدخلها الفرن هتبقى جميله جدا. وزي ما قلت لكم كفته الفراخ فعلا جميله وخفيفه وطعمها حلو قوي يا جماعه. فتابعوا الفيديو بقى. هندخلها الفرن شويه بس. تابعوا الفيديو اللي على اليوتيوب الطريقه بالظبط انا مصوراها، بس انا قلت برضو اجدد لنفسي واجدد لكم اي حاجه موجوده برضو في البيت احنا اتفقنا اللي احنا هنعملها. ثانيه واحده حبايبي. خلاص يا حبايبي البطاطس في منتهى الجمال استوت، والكفته كمان استوت في منتهى الجمال. ويلا نقدمها بقى، وثانيه واحده واتفضلوا معايا.